بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دي قناة تايم سبورت اللي هي التردد الأرضي، تايم سبورت الأرضية. الصورة جاية معاك 10/10 وصورة HD وحاجة إيه آخر فل وآخر منجهة. طيب أنا عاوز لو أنت عاوز بقى تستقبل القناة بالصورة اللي قدامك دي وبالجودة اللي قدامك دي، لازم تسمع الفيديو ده للنهاية عشان هيفيدك. تسمع الفيديو ده للنهاية عشان هيفيدك. أول حاجة لازم تكون الشاشة بتاعتك بتدعم خاصية اسمها خاصية البث الأرضي الرقمي، خاصية البث الأرضي الرقمي، ويكون الشاشة مكتوب عليها دي في تي. واللي أهم من اللي مكتوب على الشاشة والكلام ده كله إن تكون الشاشة فيها المدخل ده، مدخل الار اف ده اللي هو ده. المدخل ده اسمه مدخل ار اف اللي هو بيخش فيه الجاك بتاع الاريال. ده جاك الاريال اهو، اهو ده الجاك بتاع الاريال بيخش في المدخل ده. المدخل ده الشاشة لو ما فيهاش المدخل ده يبقى ما تعملش حاجة. يبقى كده الشاشة بتاعتك ما بتدعمش البث الأرضي ومش هتقدر تستقبل القناة. تمام؟ مش هتقدر تستقبل القناة. أما لو الشاشة فيها المدخل ده يبقى كده هتستقبل القناة وهتسمع البطولات اللي هي بتتذاع على التردد الأرضي في مصر، وتسمع الماتشات كلها بكل سهولة وبالصورة اللي انت شفتها دي. طيب أنا لو ما عنديش مثلا الشاشة ما فيهاش كده، الشاشة ما فيهاش المدخل ده بتاع الار اف ده، يبقى مفيش حل غير انك تشتري ريسيفر بس ارض رقمي اللي انا هوريهولك ده. ده ريسيفر البث الارض الرقمي اللي هو ده. ده ريسيفر البث الارض الرقمي. لازم الريسيفر يكون فيه المدخل ده. ده ده لازم الريسيفر يكون فيه المدخل ده. لو الريسيفر ما فيهوش المدخل ده يبقى ده مش ريسيفر بث ارضي رقمي ومش هينفع. لازم الريسيفر يكون فيه المدخل ده عشان المدخل ده اللي بيخش فيه الاريال. ولازم الريسيفر يكون مكتوب عليه كلمة دي في بي تي 2 اللي هي الأخرانية دي اللي هي دي. لازم الريسيفر يكون مكتوب عليه دي في بي تي 2. ولازم الأهم من الكتابة يكون المدخل ده موجود في الريسيفر. لازم يكون المدخل ده موجود في الريسيفر عشان ده اللي بيخش فيه الجاك بتاع الاريال ده. جاك الاريال اللي هو بيخش في الريسيفر ده. ده الجاك ده بيخش في الريسيفر من هنا او في الشاشة على حسب الجهاز اللي عندك. اهو ده الجاك بتاع الاريال اهو داخل في الريسيفر اهو اللي هنقدر نستقبل بيه. طيب انا هسيب لك بقى ايه دلوقتي. يبقى كده ايه احنا انتهينا من موضوع الشاشة وموضوع الريسيفر. الريسيفر لازم يكون فيه المدخل ده، والشاشة لازم تكون فيه المدخل ده. بعد كده ايه هنخش بقى دلوقتي نضيف التردد بتاع قناة تايم سبورت الأرضية سواء على الريسيفر أو على الشاشة. هشرح لك دلوقتي على الشاشة. الشاشة زيها زي الريسيفر، كله زي بعض، نفس الشرح هنا هو نفس الشرح هناك. وهسيب لك رابط في صندوق الوصف بتاع الفيديو موجود فيه الترددات كلها بتاع المحافظات. هتشوف انت موجود في انهي محافظة وتخش على المحافظة بتاعتك وتكتب التردد بالطريقة اللي احنا هنشوفها دي. طبعا هتخش على الشاشة وتجيب كلمة البث دي، او الريسيفر برضو وتجيب كلمة البث ده. زي ده الريسيفر زيه زي الشاشة. وهتجيب كلمة اعدادات القناة دي اهي، وهنزل على كلمة الضبط اليدوي دي وادوس عليها كده. في هنا عندي ضبط رقمي وضبط تناظري. الضبط الرقمي ده اللي هو هيجيب القنوات البث الارض الرقمي. التناظري ده مالكش دعوة بيه عشان ده خلاص انتهى، كان نظامه وانتهى وراح لحاله، ما عادش موجود منه. فالشغل هيبقى على كلمة الضبط الرقمي للقنوات دي. هدوس عليها كده اوكي اهي، واجي على كلمة اضافة دي او جديد دي واضيف التردد بتاع القناة. هضيف هنا بقى التردد بتاع القناة. لو انت مستعجل يبقى اكتب التردد هنا على طول، مش مستعجل يبقى ابحث في الترددات من هنا. لو انا مستعجل هكتب التردد هنا على طول، مش مستعجل هبحث من هنا. واهم شيء لما تبحث تبقى معاك الجودة كده ايه جاية 100%،
او 50، كل واحد بقى على حسب ايه المحافظه بتاعته. بالنسبه للقاهره، انا موجود دلوقتي مثلا في القاهره، يبقى هكتب التردد 32 او التردد 36. هاجي هنا على كلمه القناه دي وادوس كده ايه عليها كده اهي. هنا قناه اهي مكتوبه رقم 5 دي. انا هكتب بقى ايه التردد 32 3 2 وادوس اوكي اهو. هنا بقى التردد 32. بالنسبه للقاهره التردد 32، كتبت انا التردد 32، جاب لي اشاره ايه 100% اهي، جاب اشاره 100%، جوده اشاره 100%. هدوس انا بقى على كلمه بحث، هتظهر معايا القناه. طيب بالنسبه للقاهره التردد 32 والتردد 36، ده بالنسبه للقاهره. اسكندريه موجوده على التردد 34 والتردد 27، تردد 34 والتردد 27. بالنسبة للبحيرة موجودة على التردد 38. بالنسبة للمحلة موجودة على التردد 42. طنطا موجودة على التردد 45 والتردد 39. انت هتشوف محافظتك ايه، هتخش على صندوق الوصف بتاع الفيديو، هتخش على الموضوع، هتشوف انت من محافظة ايه، وتكتب التردد بتاع محافظتك وتضيفه بالطريقة اللي احنا ايه شفناها دي. ثواني خليك معايا تاني عشان اضيف التردد وايه واعمل بحث ايه عليه قدامك اهو. هكتب التردد 32 اهو، 3 2 دوس اوكي واعمل بحث. انا هاجي كلمه انزل بقى على كلمه البحث دي، انت بقى هتكتب التردد بتاعك وبتاع محافظتك وتعمل البحث. واهم شيء تكون معاك الاشاره، جايه معاك الاشاره ايه زي ما انت شايف كده 50% 60%، كل واحد بقى على حسب المكان بتاعه وعلى حسب ايه المحافظه بتاعته. اهي انزل على كلمه بحث اهو، اهو بيبحث اهو، بيقول لك تم ايه، تم تخزين 11 قناه في الذاكره، تم تخزين 11 قناه في الذاكره اهي. وجت هي بقى على التردد اهي اهو، قناه موجوده على التردد 32 اهي. لو انا حبيت اعمل بحث على التردد لوحده بيجيب لي 11 قناه في الذاكره اهي. بالنسبه ليك انت بقى هتكتب بقى ايه التردد بتاع المحافظه بتاعتك وهتعمل البحث بالطريقه دي. شاشتك بقى ما فيهاش خاصيه البث الارض الرقمي، يبقى ما تتعبش نفسك وتعمل اي حاجه. وفيهاش المدخل اللي انا وريته لك، يبقى ما تعملش اي حاجه. الريسيفر ما فيش المدخل اللي انا وريته لك، يبقى ما تعملش اي حاجه. ووفر وقتك ومجهودك. بالنسبه بقى للناس اللي هي بتسال على التلفزيونات القديمه، التلفزيونات القديمه دي كلها ما بتجيبش البث الارض الرقمي نهائي. فالتلفزيون بتاعك لو من النوع القديم مش هيجيب البث الارض الرقمي. تلفزيون شاشه بقى جديده وفيها المدخل اللي انا وريته لك، يبقى ان شاء الله هتستقبلها وهتجيبها سهله وبالطريقه سهله، سواء بقى على الريسيفر او على الشاشه. تمام كده احنا ايه خلصنا. وده كان الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل اشتراك واستنونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.